كتبدا القصه ديالنا في ولايه كونتاكت. غادي يكون واحد الطفل صغير سميتو اندرو في الغابه، وكان تيلعب بالدميه ديالو اللي هي عباره على واحد الشكل غريب وكانت سميتها تشيكل. وفاش اندرو غادي يبقى كيغني لداك الدميه ديالو، الام ديالو كانت كتحركو بالارجوحه. في هاد اللحظه واحد المراه وحده اخرى سميتها انا كانت هي في داك الجرده، وكانت مقابله بنتها ايميلي اللي كتلعب هي في الارجوحه. في هاد الوقيته ديالنا غادي يجيها واحد الابيل، وبقات كتهضر في التليفون وما رداش البال لولدها اندرو. اما اندرو غادي يطل في الغابه وغادي يشوف نسخه وحده اخرى من داك الدميه ديال تشيكل. انا اندرو غادي يقول الام ديالو على داكشي اللي تيشوف، ولكن هي كانت مشغوله في التليفون وما رداتش البال باللي ولدها كيحاول يهضر معاها. ومن بعد ما ديان سالت الابيل ظهرت وما لقاتش ولدها، وغادي يكون ولدها دخل وسط الغابه وتابع داك الدميه. على غفله تشيكل غادي يبان قبالته مره اخرى، وغادي يبقى غادي وغادي يخليه يتابعه. شويه اندرو غادي يسمع الصوت ديال شي واحد غادي من موراه، وفاش غادي يدور شي حاجه غادي تهجم عليه وغادي تقتلو. غادي يطيح الليل وغادي يكونوا الناس مازال كيقلبوا على اندرو، والاب ديالو الضابط ايغرس حتى هو كان تيقلب عليه، وكان معاهم حتى واحد الضابط سميتو وينترز. وشاف الدميه ديال تشيكل مهرسه في الارض وطايحه، وغادي يشوف حداها الجثه ديال اندرو. داكشي علاش بدا كيصفر بالزربه باش يجيو يشوفوا شنو كاين. اول واحد وصل هو المأمور سترونغ، ومن بعد غادي يوصل الضابط ايغرز واللي غادي يتصدم اللي شاف الجثه ديال ولده. من بعد غادي يجيو جوج من مكتب التحقيق الفيدرالي باش يحققوا في هذه القضيه، وكانت سميتهم فوكس ودانا، وكانوا مختصين في القضايا ديال الظواهر الخارقه، وكانت عندهم سلطه باش يحققوا في هذه القضيه حيت كتخص بالموت ديال فرد من العائله ديال الموظف عندهم. انا المأمور سترونغ المسؤول على الولايه غادي يبلغ فوكس ودانا، وقال لهم بلي القضيه تسجلات على اساس هجوم من حيوانات مفترسه، ولكن كاع ما اقتنعوا بالهضره ديالو. ودانا قالت له بلي كاين بزاف ديال الاحتمالات ان يكون اندرو تقتل، وقالت له بلي العنق ديال اندرو اللي كان مهرس اكبر دليل على هذه الهضره. ممكن تكون الجثه تعرضت للاكل من طرف الحيوانات، ولكن هادشي ما كيمنعش انها تكون تقتلات من قبل. ومن بعد ما مشاو البوليس، فوكس ودانا غادي يبقاو في الغابه وبقاو كيفكروا في النوع ديال الحيوان اللي ممكن يكون قتل اندرو الا كان بصح تقتل على يد حيوان. وفوكس غادي يقول لدانا بلي ممكن يكون كلب الجحيم، وغادي يوصف ليها الشكل ديالو، وقال لها بلي هو كلب كحل كبير وكيحرس الابواب ديال العالم السفلي، وغادي يحكي لها على الاشياء الغريبه اللي وقعت في مدينه كونتاكت عام 1658. وقال لها بلي اكتشفوا واحد القبيله كتمارس السحر الاسود في الغابه، وكانت على علاقه مباشره مع الشيطان، ولكن دانا ما غاديش تيق هدرته. واخا هكاك فوكس غادي يقول لها بلي مازال الممارسين ديال السحر الاسود لحد الان. من بعد فوكس ودانا غادي يمشيو للمشرحه وغادي يطلعوا على الجثه ديال اندرو. انا دانا غادي تقول ليه بلي شاكه في ايغاز هو اللي قتل ولده. على غفله فوكس غادي يلاحظ واحد الماده غريبه على الرجل ديال الطفل، وغادي يبقى شاك اما ملحه او لا رمله ناعمه. وفاش فوكس غادي يفحص الملف ديال اندرو غادي يشوف تصويره ديال الدميه تشاكل في الدوسي، وهادشي اللي غادي يخليهم يفكروا في الاهميه ديال داك الدميه في هذه القضيه. وغادي يلاحظوا في الملف بلي ما كاين حتى شي شاهد من غير داك الطفل اللي سميتها ايميلي، وكان الاب ديالها هو الضابط سترونغ. داكشي علاش غادي يقرروا باش يمشيو لعند ايميلي للدار. وفي الوقيته اللي الناس كانوا كيعزيو ايغاز غادي يسول الضابط وينتر، وقال له علاش العملاء ديال مكتب التحقيق الفيدرالي ما خرجوش الجثه ديال ولده. انا وينتر غادي يجاوبو وقال له حيت الشاكين بلي داك الحادث ما كانش هجوم من طرف الحيوانات، وبلي تيشكو بلي هي جريمه متعمده. من بعد فوكس غادي يمشي للدار ديال ايميلي وغادي يبقى كيسولها بزاف ديال الاسئله، ولكن ايميلي غادي تكون كتجاوبو بكلمه واحده، وقالت له بلي شافت اندرو داخل الغابه. وغادي نلاحظوا بلي ايميلي كتفرج في واحد البرنامج كيخلع، واخا هي مازال صغيره على هاد البرامج. من بعد انا غادي تخلي بنتها ايميلي تفرج في التلفازه، وغادي تكمل هي في بلاصتها، وقالت له بلي هي حزينه بزاف على الاختفاء ديال اندرو، وهادشي حيتاش ببساطه كان ممكن تكون حتى بنتها في داك الوضعيه. وفاش انا غادي تمشي تجيب شي حاجه يشربوها، فوكس غادي يبقى كيدور في الدار. شويه غادي يلقى التصويره ديال العائله ديال سترونغ، وحداها واحد الكتاب سميتو سحر ولايه كونتاكت. فهاد اللحظه انا شافتو كيقرا داك الكتاب ومشات لعندو بالزربه، وقالت له بلي الضابط سترونغ كيبغي يقرا على المحاكمه ديال الصحراء. فهاد اللحظه فوكس كان خارج من الدار، ولكن ايميلي غادي تعيط ليهم وبقات كتشير في التلفازه، وكان تيعرض واحد البرنامج على الدميه تشيكل. وايميلي قالت لهم بلي هاد الدميه كانت مع اندرو في الغابه، وغادي يبقاو مستغربين. في نفس الوقت دانا غادي تمشي عند الضابط سترونغ وقالت له بلي راه شاكه في الضابط ايغاز بلي هو اللي قتل ولده، ولكن الضابط سترونغ ما غاديش يقتنع، وقال لها بلي ايغاز كان خدام داك الوقيته اللي مات ولده. واخا هكاك دانا كانت مصره باش تواجهو وتحقق معاه. وفاش مشات مع الضابط سترونغ باش يتلاقاوه غادي يشوفوه راكب الطوموبيل ديال البوليس وغادي بواحد السرعه. انا الضابط سترونغ غادي يعرف بلي ايغاز كان تابع واحد المجرم، وكانت الجريمه ديالو جنسيه ومسجل في الولايه ديال كونتاكت. وايغاز استنتج بلي هذاك هو اللي قتل الابن ديالو، داكشي علاش مشى باش ينتقم. انا الضابط سترونغ ودانا غادي يمشيو موراه وغادي يبقاو كيحاولوا يهدنوه، وهو قال لهم بلي صافي لقى الشخص اللي قتل ولده.
فهاد الوقيته دانا غادي تتصل بفوكس وغادي يكون في مسرح الجريمه وطلبت منه باش يجي عندها بالزربه. وفاش فوكس غادي يطلب منها تصيفط ليه لوكاليزاسيون غادي يشوف واحد الكلب كحل كبير قبالته بقى كيشوف فيه من بعيد حتى رجع بحاله. من بعد فوكس غادي يمشي للعنوان ديال بيتر ومن بعد دانا غادي تعاودوا كاع داكشي اللي وقع. ولكن فوكس ما كانش مقتنع باللي بيتر هو اللي قتل اندرو. نفس الوقت البوليس كانوا كيقلبوا في الغرفه ديال بيتر وغادي يلقاو واحد القرد محبوس في واحد القفص وغادي يلقاو واحد الصبابط الشكل ديالهم غريب بحال المهرج وغادي يلقاو حتى واحد الراس مقطع ديال تشيكل. اما ايميلي غادي تكون مازال كتفرج في نفس داك البرنامج المرعب والام ديالها انا كانت كتوجد العشاء في الكوزينه. على غفله ايميلي غادي تسمع الصوت ديال شي واحد كيضحك وفاش بقات كتقلب على المصدر ديال الصوت غادي تشوف واحد من الاشكال المرعبه في البرنامج على برا وغادي يكون تيشوف فيها بواحد الشكل غريب. وفاش انا مشات تعيط لبنتها باش تعشى ما غاديش تلقاها. من بعد فوكس ودانا غادي يلقاو الجثه ديال ايميلي في الغابه وكانت مقتوله بنفس الطريقه اللي مات بها اندرو. فهاد الوقت انا غادي توصل للغابه وهي كتبكي وغادي تبقى كتلوم راجلها الضابط سترونغ على هاد الشيء. انا الضابط وينتر غادي ياخذ انا البعيد وغادي يحاول يهدنها. على غفله فوكس غادي يلقى واحد الملحه مرشوشه في الارض وغادي يعرف بلي هي دائره سحريه كتستدعي الارواح الشريره وهذا الشيء حيت الملحه كتستخدم باش يحميو الشخص اللي كيدير التعويذه. انا فوكس غادي يوضح لدانا بلي في القرن 16 و17 السحره كانوا كيستحضروا واحد الارواح سماوهم المألوفين واللي عاده كيبانوا على الشكل ديال حيوانات مفترسه ولكن شي مرات كانوا كيبانوا حتى على الهيئه ديال الانسان واغلب الاوقات كيتشكلوا في الحاجه اللي كتبغيها الضحيه. وفي الوقيته اللي كان فوكس كيهضر غادي يلقى واحد الجمجمه طايحه في الارض وعليها الاوراق ديال الشجر وغادي يكتشف بلي هذيك هي المقبره اللي تم من خلالها الاستدعاء ديال الارواح. من بعد فوكس غادي يمشي عند الضابط سترونغ وغادي يبان بلي هو عارف بلي كان شي واحد كيمارس السحر الاسود في الغابه وهذا الشيء اللي ادى للقتل ديال اندرو. وحيتاش ما عرفش يحل القضيه قرر باش يسد داك الملف ولكن ما كانش كيتخيل بلي حتى بنته غادي تموت بسبب هذه القضيه. وقال لهم بلي كان عارف بلي كاين واحد السحر كيوقع في الغابه ولكن ما عارف شكون هو اللي كيدير هذا السحر. انا المأمور سترينغ غادي يبقى كيبكي وغادي يعترف بلي كان تيخون مراته وغادي نكتشفوا بلي هو اللي اتصل بديانا الام ديال اندرو وغادي تفرش القضيه وغادي يبان بلي هما كانوا على علاقه مع بعضياتهم. داكشي علاش الضابط سترونغ غادي يحس بالذنب وغادي يبقى تيلوم راسو حيت هو اللي شتت ليها الانتباه ديالها في التليفون ومات ولدها اندرو. انا الضباط غادي يحاولوا يهدوه وفوكس غادي يقول لدانا بلي كاين واحد الشخص دار واحد التعويذه في هذه الغابه وفتح عليهم الابواب ديال الجحيم ولكن دانا ما كانتش متيقه هذا الشيء. وفي الوقت اللي كانوا كيهضروا الضابط ايكاز غادي يكون تيضرب بيتر داكشي علاش غادي يمشيو بالزربه باش يمنعوه باش ما يقتلوش. وفوكس غادي يضرب قرطاسه في السما باش يفك الوضع. على غفله ايكاز غادي السلاح وغادي يضرب قرطاسه في راس بيتر داكشي علاش غادي يديوها للمحكمه باش يحققوا معاه. انا فوكس غادي يهضر مع دانا وقال ليها بلي متاكد بلي غادي يعطيوها البراءه وبالفعل غادي يلاحظوا السجل ديال ايكاز المثالي وغادي يعطيوه براءه. من بعد ايكاز غادي يواجه مراته ديان بسبب الخيانه اللي كانت كتخونو مع الضابط وبلي هي السبب في الموت ديال ولدهم اندرو ولكن ديان ما غاديش تجاوبو وغادي تمشي. شويه غادي تركب الطوموبيل ديالها وغادي تخرج وفي الطريق غادي تشوف الشبح ديال ولدها اندرو داكشي علاش شدات الفران باش ما تقتلوش ولكن الطوموبيل ديالها غادي تقلب وغادي تموت. في هاد الوقيته ايكاز غادي يمشي للدار ديال الضابط سترونغ وغادي يلقاه خاوي ما فيه حتى شي واحد واخا هكاك ايكاز غادي يكون تيسمع الصوت ديال التلفازه. من بعد ايكاز غادي يدخل لواحد الغرفه وغادي يشوف الدميه تشيكل واقفه قبالته. انا ايكاز غادي يبقى كيقرب ليه حتى غادي تختفى داك الدميه وعلى غفله الدميه تشيكل غادي تبان في التلفازه ومع دار ايكاز غادي يلقى الدميه تشيكل موراه. انا ايكاز غادي يبقى كيحاول يضربو بالقرطاس ولكن الدميه غادي تهرب في اخر لحظه. في نفس الوقت المأمور سترونغ غادي يوصل للدار وغادي يبقى كيضرب ايكاز بالقرطاس من كل بلاصه. من بعد فوكس ودانا غادي يوصلوا حتى هما وغادي يشوفوا الجثه ديال ايكاز طايحه في الارض. انا دانا غادي تلاحظ بلي الملحه مرشوشه على الدار داكشي علاش غادي تقرر هي وفوكس باش يمشيو للمسرح ديال الجريمه اللي ماتوا فيها الاطفال في الغابه. في هذا الوقت المأمور سترونغ غادي يبقى كيقلب على ديان وغادي يلقى الطوموبيل ديالها مقلوبه في الطريق وفاش غادي يطل في الغابه غادي يشوف ديانا واقفه تما داكشي علاش المأمور سترونغ غادي يمشي لعندها وغادي يبقى كيقلب عليها وما قدرش يشوف الجثه ديالها طايحه في الارض وغادي يبقى داخل وسط الغابه وتما غادي يشوف مراته انا وغادي يشوفها واقفه في نص واحد الدائره سحريه وهي كتقول واحد التعويذات وواحد الطلاسم وغادي نكتشفوا باللي انا هي اللي كانت كتمارس السحر وكانت مسؤوله بطريقه غير مباشره على الموت ديال اندرو وبنتها ايميلي. واعترفت الرجلها سترونغ بلي كانت باغا دير واحد اللعنه عليه والمراه اللي كانت يخونها معاها وما كانش القصد ديالها انها تقتل اندرو وايميلي ودابا كتحاول تسالي داك التعويذه كيف ما بداتها. على غفله داك الكلب الكحل غادي يهجم على سترونغ وانا غادي تبقى كتغوت هي كتشوف راجلها تيتقتل. في هاد الوقيته فوكس ودانا غادي يوصلوا وغادي يشوفوا انا وهي واقفه وسط الدائره السحريه وغادي يشوفوا حتى سترونغ مقتول قبالتها. انا فوكس غادي يحاول يقنعها باش ما تقراش داك الكتاب ولكن انا ما غاديش تقتنع بهدرته وكتمقرر باش تسالي داك التعويذه اللي فتحاتها. ومن بعد ما
سالات داك التعويده، الدائره السحريه غادي تنفجر والعافيه غادي تشعل في انا، وهكا الابواب ديال الجحيم غادي تسد كامله، والبوليس غادي يطوقوا داك الغابه كلها، ومن بعد غادي يسلموا الكتاب ديال السحر للضابط وينتل. والغريب في الامر هو ان داك الكتاب كاع ما قاصتو العافيه، واخيرا دانا غادي تسيق داك الهضره اللي كان تيقول ليها فوكس، وهادشي من بعد ما شافت داك الطقوس كامله بعينيها. كانت هذه نهايه القصه. كان معكم خوكم سيمبليكس، تهلاو.